الصديق المحترم بيقول لي ايه، ما ينفعش تقول ان احنا فاشلين اقتصاديا. يا سلام، ما ينفعش احنا ندفن راسنا في الرمله زي النعام. ما اقولش احنا فاشلين اقتصاديا. ما هو لازم اقول احنا فاشلين اقتصاديا عشان نعترف ان احنا فاشلين اقتصاديا حضرتك، عشان نبدا نحل ونحل صح. ما هو انا لو انا ما بعرفش اسوق وعمال اقول انا بعرف اسوق انا بعرف اسوق، ما كل ما همشي خطوتين هعمل حادثه وهنوصل لنتيجه منيله والعربيه هتتكسر ونروح في 60 داهيه. وهو ده اللي حصل في اقتصادنا. بقالنا فتره قد ايه ماشيين بفكره اقتصاد الدوله والعند وان الجيش واخد كتير قوي في الاقتصاد والدوله ماشيه بدماغ واحده بس. وصلنا لايه؟ وصلنا لدمار. بيعمل كده عشان الاستثمار يبقى جاي. سيبنا جميع انواع الاستثمارات الطبيعيه زي كل تجارب الدول اللي قبل كده اللي معروفه اللي ما فيهاش تجديد، يعني ان احنا لازم نبدا بالزراعه والصناعه عشان نعرف الناس تاكل عيش ويبقى في استقرار، ومن ناحيه تانية نبني تعليم وصحه زي اي دوله في الدنيا عشان نقوم. لكن احنا ما عملناش كده. احنا قعدنا نبني 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 بنعمل كباري. مصر كانت مشكلتها مش لاقيه سكن عشان نبني 20 مدينه جديده، وفي الاخر اصلا فين اللي بنستفاد بالمدن دي خالص؟ احنا بنهجر الناس من اماكنها كمان عشان نبيع زي الوراق كده ورق، عشان نبيع حتة الأراضي اللقطة والناس تترمي في الشارع. واحنا عندنا ملايين الشقق المقفلة. فاشلين اقتصاديا ولا لا؟ الموضوع حاجتين، هنشوف الواقع من ناحية ونشوف الشركات العالمية اللي في كل حتة في الدنيا المحترمة اللي بتعمل تحليل استراتيجي الوضع الاقتصادي وتصنيف اقتصادي للدول. واكيد طبعا مش هنبقى احنا كل الناس دي عملاء وكل الناس دي خونة وكل الناس دي بيحرضوا ويتآمروا على مصر، عشان مش كل الشركات اللي في كل واحدة فيها في دولة شكل في العالم ليها مصلحة. واكيد برضو المستثمرين اللي احنا بلغة الدولة مستنيينهم يجوا عشان احنا عملنا بنية تحتية ومستنيينهم. المستثمرين دول مش بيسمعوا احمد موسى حضرتك. المستثمرين دول بياخدوا اخبارهم من شركات التحليل الاستراتيجي اللي بنتكلم عنها. الواقع حضرتك ان التضخم وصل 300%، ان الحاجة سعرها تضاعف 3 مرات. كل حاجة سعرها تضاعف 3 مرات. ان احنا دلوقتي بقى بينزل لنا حضرتك رجول الفراخ وهياكل الفراخ اللي هي طول عمرها من يوم ما اتولدنا اكل الكلاب بتاعتنا، يعني اللي بيحب كلابه بيجيب لهم الاكل ده بانتظام. بقى عادي بقى بتنزل للبني ادمين وبفلوس كمان، في ناس ما تقدرش تجيبها. وصلنا ان الطعمية الواقع حضرتك، الطعمية اللي كانت بربع جنيه قرص الطعمية بقى ب2 جنيه. فكر في الغلبان وانا بتكلم، ما تفكرش في نفسك، ما تفكرش في ايه اللي حصل. فكر في 50 60 مليون. الواقع ان الدولار كان ب6 جنيه دلوقتي بقى ب30 جنيه، ولسه مش عارفين هيقف فين عشان احنا ما عندناش اي حاجة تصد ولا صادرات ولا حاجة تقلل الاستيراد، والوضع عندنا متدربك ب60 نيلة وما عندناش دولار. فبالتالي السوق السوداء ما وقفتش، والسوق السوداء وصل 40 دولار في السوق السوداء 40 جنيه، وهو في الواقع ب30 جنيه في البنك ومش متوفر حتى الآن. بالنسبة للشركات مثلا إجمالا كده زي مؤسسات إيه، زي موديز، زي جودمان ساكس، زي ستاندرد أند بورز، زي رويترز، زي بلومبرج. والله كل الناس دي إجمالا رجعوا تصنيف مصر الائتماني البي 3. وبيقولوا وضع مصر غير مستقل وبلد عليها أعباء كتير جدا من الديون، ومن أكتر 3 عملات انهارت في 2023، وإن إحنا من الدول المعرضة للانهيار الاقتصادي في 2023 وما عندناش خطة واضحة، وإن إحنا مجبرين نشفت الاقتصاد بتاعنا كله الاقتصاد الخاص اللي هو أصلا كان عندنا نسبة 75% اقتصاد خاص تراجعت ل25% بسبب احتكار الدولة ومؤسساتها بأشكالها للاقتصاد. ايه الحلول اللي عندك يا فندم؟ احنا دلوقتي عارضين ان احنا نبيع بقى كل الحاجات اللي عملناها وكام شركة شغالة. احنا عارضين 32 شركة دلوقتي يتباعوا وهنزلهم في البورصة بالإجبار. طب ما بدل من الأول، بدل ما كنت تستلف وتتداين ونعمل مشاريع منها اللي المفروض مفيد ومنها اللي ملوش لازمة زي المونوريل ولا غيره، الحاجات اللي بمليارات المليارات دي، مليارات الدولارات اللي راحت في الهواء بدون أي عوائد. فأنت دلوقتي حضرتك عملت مصرف مشروع واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ومفيش أي عوائد. أما أنا أفتح 20 مشروع ما بجيبش عائد، هل أنا كده ناجح اقتصاديا؟ اما انا بحسب معادله عندي هفتح كذا مشروع، شويه يغطوا شويه وشويه هيجيبوا على اجل بعيد وشويه هيجيبوا قريب، مفيش حاجه بتجيب اي حاجه. هل انا كده مش فاشل اقتصاديا؟ هل لما انا من كتر السلف وادفع مجرد ان انا كل اجتهادي ان انا اسد ديون وفوائد ديون واحمل الديون بديون جديده عشان اسد الديون القديمه، اخد ديون جديده بفوائد جديده، فبالتالي اوصل لشروط الصندوق النقد الدولي ان هو يتدخل في سياساتي في اداره اموالي واداره اقتصادي ويوجهني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نبقى مجبرين ان احنا آه، 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 نخلي نطلع الجيش من الاقتصاد بالإجبار، وهنحاول برضو نتحايل على ده بقدر المستطاع. هو برضو شوف دماغنا رايحة في ان احنا مش نحل المشكلة من جذورها، دماغنا رايحة ان احنا ازاي نتحايل على الموضوع وازاي نعمل شركات خاصة برضو تكون تابعة للجيش بطريقة او باخرى ويشتروا الشركات
وللاسف ده مش هينفع مع صندوق النقد الدولي. الناس دي ما بتضحكش عليها، والناس دي فاهمين سياسه وفاهمين اقتصاد، ومش هينفع. احنا خلاص احنا في خانه اليك، احنا مجبرين نبيع ومجبرين. الموضوع هيطرح بقى في البورصه عالميا، هيبقى ملاك الشركات دي. الشركات مش هتقف، عوائدها مش هتقف، ضرائبها مش هتقف، كل حاجه مش هتقف. لكن هيبقى في ملاك جداد للاقتصاد. هم طبعا ده اسمه اقتصاد حر وكل حاجه. لغايه النهارده ما حصلش في مصر. مصر حتى الان ما فيهاش اقتصاد حر. احنا المفروض رايحين على اقتصاد حر بالاجبار، ولكن الطريقة مش صح. لما أكون بعمل مشاريع وعايز أشوف شريك يخش يعمل عندي بيزنس، وأنا أديله الأرض كدولة وأقول له اعمل أنت مشروعك وأنا هستثمر معاك وأشتري المنتج بتاعك، سواء كهرباء ولا طاقة ولا أي منتج بيعمله لمدة 20 سنة، وهو يجي يعمل مشروع على حسابه، أنا ما غرمتش حاجة كدولة. أو يجي يعمل لي طريق وياخد فلوسه بقى من الكارتة بتاعته والفلوس بتاعة الخدمات بتاعة الطريق. اوكي، يعني ده اسمه بيزنس وفي تعاون مشترك، ما غرمش الدولة حاجة وعمل بيزنس مع مستثمر اجنبي. لكن احنا ما عملناش كده. احنا مثقلين بديون، مشاريع كتير جدا عملناها، ودلوقتي جايين نقول للناس تعالوا اشتروا المشاريع دي على الجاهز بجش رهيب جدا، وانت مضغوط من الناحية التانية. انت مضغوط في البيع اللي انت بتبيعه حضرتك. علشان ايه؟ علشان انت مطالب بسداد ديون في مواعيد معينة. فانت راجل عندك مديون زي ما يكون عليك دين ولا وصل امانه او شيك هيحبسك، ومضطر ما عندك بيع عربيه بتحرق تمنها علشان تبيعها. فاحنا بنحرق في الاصول بتاعتنا، تمام، ومضطرين نعمل كده. علشان ايه؟ علشان نسد ديوننا. طب هل احنا كده بنحل ازمه؟ خالص. احنا ما بنحللش اسباب الازمه، احنا بنحل نتائج الازمه فقط. ومحدش عارف بكرة فيه ايه. وفكرة ان احنا ماشيين ان كله يقول انا مالي، وبالتالي والدولة ماشية ان هي بتداري وبتعند وبتقول ان احنا ماشيين في اتجاه صح وخلاص، ومش عايزين نسمع، واللي يتكلم ياخد على عينه، مش هنوصل لحاجة. ولا الدولة هتستفاد حاجة، ولا النظام هيستفاد حاجة، ولا الناس هتستفاد حاجة. وكل واحد بيقول انا مالي وخايف على فلوسه مضرور. المستثمر مضرور، وصاحب الشركة مزنوع، وصاحب المصنع مضروع، وصاحب المزرعة مضرور، وناس كتير شركاتها قفلت. فاحنا محتاجين نعترف بالمشكلة، نعترف علشان ان شاء الله نبدأ نحل. مصر فيها موارد كتير تدخل فلوس. مصر محتاجة حسن إدارة للموارد وللوضع الصعب اللي احنا فيه. وضع صعب بس ليه حل. لازم نتفائل ان في حل، ولكن لازم نعترف ان احنا ماشيين غلط في نقطة واثنين وثلاثة، والطرق دي غلط. ما ينفعش اكون رايح اسكندرية وانا ماشي في طريق اسوان ومصر ان الطريق ده صح. غلط حضرتك. ف نحط ايدينا على المشكلة عشان نبدأ نتحرك لقدام. العند مش هيفيد، هيغرق السفينة اللي عمالة تغرق أصلا، هيغرق المركب وهي مش ناقصة. بس كده.